الثانيه واحتفال برنامج زينه بعيد الرياضه. دكتوره نرمين، ايه اكتر الامراض اللي ممكن الرياضه تعالجها؟ اكتر الامراض ده حتى الرياضه بتعالج كل الامراض معظمها، ده حتى الكانسر الرياضه لو اكتشف في بداياته الرياضه بتعالجه. يعني مثلا كمثال لاحد الرياضيين لانس ارمسترونج بطل فرنسا في سباق الدراجات، اصيب بسرطان الخصيتين وكانت مفاجاه ليه جامده جدا. سنه 2000 اهتم بممارسه الرياضه سنه 2000 ودخل سباق فرنسا للدراجات وفاز بيه سنتين متتاليتين. ده يعني يوضح اهميه ممارسه الرياضه، وفتح سنتر خاص لعلاج المصابين بالكانسر من خلال الرياضه. فطبعا ده اصعب حاجه ممكن لا قدر الله الواحد يصاب بيها. طب اسمحي لي يعني سؤال سمح عن ازاي نتعالج بالرياضه من الامراض. انا عايزه بقى اقول ازاي الرياضه ممكن تقينا من الامراض المختلفه. اولا زي ما دكتور عماد قال كده 5 رياضه مهمه جدا جدا، وان الرياضه تبقى جزء من اجندتنا اليوميه ان احنا نمارس الرياضه. يعني مثلا انا وانا قاعده في انجلترا، انا عشت في انجلترا فتره، فمعظم الناس هناك يعني حياتهم المعيشيه مرتفعه جدا. تلاقيهم راكبين سياراتهم وبيروحوا عملهم بالدراجات، يركب الدراجه وهو رايح العمل عشان يمارس رياضه، عشان يمارس هذه ال5 رياضه وما يفقدش من يومه جزء لم يمارس فيه رياضه. مهم جدا، رياضه مهمه جدا بتقينا من معظم الامراض زي الاوستيوبروسيس، هشاشه العظام، زي الامراض اللي بتصيب حتى كبار السن. يعني ممارسه الرياضه بتساعدهم انهم يحركوا ايديهم بالتحريك الصحيح، ان يلتقطوا الاشياء بطريقه صحيحه. ايضا الطلبه او الاولاد الصغيرين تين ايجرز اللي بيقعدوا على الكمبيوتر فترات طويله جدا بيصابوا ببعض الالام الباك بين، الام الظهر من جراء الجلوس فتره طويله من غير ممارسه رياضه. كذلك هو علاج فعال جدا لمرض السكر. الناس الدايابيتك او الناس اللي عندهم سكر وقتي بيروح وبيجي بيمارسوا رياضه عشان يمنعوا ظهور مرض السكر وانهم يكونوا دايابيتك. فيعني الرياضه هنا مهمه جدا جدا جدا، ده غير انها كمان سلوك من خلاله بتعود اولادنا على انهم يكونوا منظمين، انهم ينظموا وقتهم. تلاقيش حد رياضي متفوق في رياضته وتلاقيه اي كلام مثلا في دراسته، لا تلاقيه ممتاز جدا في دراسته، تلاقيه شاطر، لان الرياضه هنا بتدفع للامام اكثر من اي شيء اخر يعني. صحيح. دكتور عماد، واحنا بنحتفل بعيد الرياضه لازم نهتم بالفئه اللي هي من الشباب اللي غير قادره على الاشتراك في النوادي الكبيره بقى اللي 60,000 الى ما اعلى من كده. احنا السنه دي انا عارفه ان احنا اهتمينا بمركز شباب الجزيره وحصل فيه بعض التجديدات. ليه ما نهتمش بمراكز اخرى خاصه بالشباب في المناطق الشعبيه مثلا؟ ده اللي عمله المجلس القومي للرياضه، انه انشا كيانات جديده اسمها مراكز التنميه الرياضيه في المحافظات. يمكن كان بقوله هذه المراكز مركز التنميه الرياضيه وهو في الافتتاح التجريبي دلوقتي في طريق المطار في منطقه شيراتون مصر الجديده. المنطقه هناك كان في مركز كبير، دخوله باسعار رمزيه جدا، دخوله لممارسه الرياضه يعني كاهتمام اول وليس اي شيء اخر اي نادي اجتماعي. بنتكلم على محافظات جديده هيدخل الخدمه في الانشاءات اللي انا قلت هتفتتح ان شاء الله في خلال شهر مارس 5 مراكز في بني سويف واسيوط وسوهاج والاقصر. بنتكلم على مراكز التنميه الرياضيه، هي مش نادي ولا هي مركز شباب، ولكن هي اماكن لممارسه الرياضه بيبقى فيها كوادر تقدر تقود العمل الرياضي، بالاضافه الى دخولها باسعار رمزيه للغايه، وممكن يحصل فيها اشتراكات. كبار السن لهم تخفيض 50% لفوق 55 سنه للسيدات و60 سنه للرجال. الاطفال برفقه اولياء امورهم مجانا. بنتكلم على العاب كره القدم وكره اليد وكره السله وكره الطايره، بالاضافه الى العاب السكواش والتنس الطاوله والبولينج. وبنتكلم على مناخ رياضي بنجعله ميسر للمواطن ان هو يمارس الرياضه بعيد عن الشركات الانديه. على ذكر المناخ الرياضي المناسب، عايز اقول طبعا يعني واضحه جدا حكايه اهتمام القياده السياسيه بالرياضه وتنميتها، وايضا اهتمام بكل اللاعبين في كل اللعبات المختلفه. ومش هننسى ابدا وقفه سياده الرئيس حسني مبارك مع لعيبه المنتخب المصري حتى في ايام المحنه وايام ازمته وايام كان محتاج ان هو يتقوى معنويا. عايزين بقى نقول كان في تكريم عام 2009 لحضرتك دكتوره نرمين في يوم الرياضه المصريه، ونلتي يعني وسام الرياضه المصريه. كان التكريم على اساس ايه اختيار حضرتك، واستقبلتي ازاي خبر التكريم؟ هو التكريم كان على اساس ان انا اول محكمه مصريه للعبه البنتابول، وفي الحقيقه اللعبتين كره القدم والبنتابول حاصله على درجه الدكتوراه.
كان التكريم كانت مفاجاه ليا بصراحه لما اللواء توفيق صبحي قال لي تم تكريمي كدكتوره نرمين، وبصراحه ده شرف حقيقه يعني. والاتحاد اخذ درع الاتحاد وادوني شهاده جميله جدا على اساس ان انا يعني أثريت هذه اللعبة، لعبة البنتابول يعني في نواحي عدة من الناحية العلمية أو غيرها، على أساس إن أنا أصلا برضو محاضر في الاتحاد المصري للبنتابول وكرة القدم نفس الحكاية. فالبنتابول بصراحة لعبة أتمنى إنها تنتشر ولعبة جميلة نبدأ من خلالها وسام الرياضة، وده طبعا هدية عزيزة جدا من أغلى الأوسام اللي موجودة يعني بالنسبة لي. الحقيقة كنت شايفاك كمان حاضنة وحضرتك داخلة الوسام الأصفر ده. ده حضرتك ده رمز الإيه؟ كان يوم إيه دي حضرتك ميدالية كانت سيدة سوزان مبارك سنة 2007 في الحركة الدولية رياضة من أجل السلام. فكانت سيدة سوزان مبارك كانت معانا في الماراثون، وأنا فزت برضو بالميدالية دي، برضو جريت فترة مسافة السباق يعني. كلنا جرينا على فكرة في اليوم ده. كان يوم هايل. كان يوم هايل. في 2007 من 2007 خدت الميدالية و2009 خدت الوسام، فطبعا ده يعني شرف ليا يعني بصراحة. الحمد لله يعني. دكتور عماد، هل هناك تعاون ما بين المجلس القومي للرياضة عندنا في مصر ومجالس أخرى سواء كانت عربية أو أوروبية نقول لمزيد من الثقافات ما بين الدول؟ دي بروتوكولات التعاون المشترك ما بين جمهورية مصر العربية والدول الأخرى، ويمكن من أبرز أوجه التعاون اللي تم في خلال الفترة اللي فاتت بروتوكول التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية، بيعمل أسبوع للأخاء الرياضي ما بيننا وما بينهم وجمهورية السودان ودولة الكويت، وقريب جدا ان شاء الله هيبقى برضو الرد في دولة السودان في جوبا في جنوب السودان. بنتكلم على مجموعة من الرياضيين بيجوا يعيشوا في مصر لمدة اسبوع، بيمارسوا عديد من الرياضات، بيزوروا عديد من الاندية والهيئات الرياضية، بيشوفوا التجربة المصرية في مجال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية او برامج التنمية الرياضية، بالاضافة الى النخبة او الاداء الرياضي او البطولة الرياضية. لما بنتكلم على بروتوكولات التعاون المشترك مش بس في هذه الامور، ولكن في مجال الانشاءات، في مجال التطور الكبير قوي في الاستادات والمنشآت الخاصة بالممارسة، وفي تعاون كبير جدا مع وزارة الخارجية المصرية وكل الوزارات في هذا. احنا زي ما احنا شايفين مع بعض ده كان يوم الرياضة وبيشارك فيه السنة اللي فاتت بالفعل، وكان بيشارك فيه جميع الفئات، كان معانا الدكتور احمد نظيف كمان ومجموعة كبيرة من فئات الشعب والرياضيين. يا دكتور عماد يعني جميلة قوي فعلا الصور دي مع الشعار السنة اللي فاتت كان عودة للرياضة. الشعار بتاع السنة دي لقيت الرياضة النهاردة، ويمكن السنة الجاية هنفكر مع بعض خلال العام ونقول هنقول ايه. انما كل سنة بيبقى ليها شعار مختلف، والثيمة الرئيسية فيها هو علم مصر والرياضي اللي موجود مع علم مصر. طبعا يعني الرياضة زي ما هي تنمية مهارات ويعني حصول على بطولات وكؤوس.